حكومتنا إنها كقبضة أرماها أمنية تلابوين عضاب. وهذا ركتان معلوم والبا إن الاستنجنا يا بابور ضد الصوماليين اسكو فرحين رب. وحلقة في قاعدة دونات تلابوين عضاب. وهذا ركتان عشورة ذلك اللي قاعدة إنها قررتين أو أي قررتين خصنا الدولة دي مشاركة لوجو بحي. وهذا ركتان الدنيا ده غاب كي دولة رقم جيرين إنه يسوق بحيان تلابوينا إنه يحس كبدل الرماد. وهذا ركتين دنود إنه ديارته هاي إنه كل قيس تلاد أمة الصومالية. وذوك تجين حكومة جديدة إن أيها الكتوك تهاي إلا إصلاح حسابهم. حدي أن رمنا إن أنكب إحنا دبعتنا. وإن أنكل حنا درجة دبعتنا نكى. sidaas daraadeed waxaan ka codsanayaa laba arrin koow sida ugu wanaagsan oo aad ku heli kartiin haddii aad tihiin reer banaadir xuquuqda aad tabanaysaan waxay tahay idinkoo isku duuban inaad garab istaagtaan maamulka gobolka banaadir fariinta aad qabtaan inaad anaga noo soo gudbisaan idinkoo soo maraya isaga أنا وحنا ذي بلن قاضي أنا جاي مدحونا يا حكومة دوا إن الله شقين دون تجرب استاجي دون تنا قدومي قبل كبرنا درنا دون مقابلة طلبات أنا ربنا ذي قعد صدق وحياة هاي وإن أدوجاتان بالشدة ما يشهد بوجرتان وحاتين تذكير المقدشو حتين ضياشي كبقبيلة مدحدي سياسيين تي دمر كده اللي دي من قبل كبنادر وحتين أستانتي ومدة صومالية في سنس وحتين طريق ومدة صومالية وانا جاي كمر لهاين واحدين طلابات إدينكو أدغادان أي كنت يسنا يا شعب الصومالي سبحان الله مرنا إن هذا اللوبنا مسؤولية ده الحمباسنتين مقدشو يبنادر كلية واتكوينتين وحتين شعب كصومالية تفتين كيرتنايا هدي أدربتان صوماليا مركا إنا يسكتوا بناتن كوا إنا يسكتوا بناتان هدي أدربتان صوماليا دولة نمينة أقولاتن إدين كوا إنا أقولاتان هدي أدربتان صوماليا يسكتوا قادتين إدين كوا إنا يسكتوا قادتان هدي أدربتان صوماليا إنا يكرفتي شرامل يسوع وين أتقبل الوضع إلى الأخبشان تذكر المقدشو والرباط ليسن إن شرفتوا ذي كلامه السؤالي دوميه إنه وحاول جوجا وحكير لحد الموضوع حاول بهندين إن الإنسان وقتك وبهاي هاي وكنت جابسان سؤالي حقوق ذات ربطان إذن كان ومدة الصومالية إذن كان في سنة يسان هدي أمد الصوماليين إذن كأركت عبسي أتكسبتان دولة النمذا تفرار وحدينا ولول هرمر الآن marka waxa u soo baxaya dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sawir ah in dawladnimadu ay aad u fogtahay ana idin sheegay dawladnimadu way dhowdahay dawladnimada iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed iftiinkeedii baa muuqda sidaas daraadeed waxaan maanta idinku yimid inaan idin mahad celiyo sida sharafta leh oo dalkan ugu soo dadaasheen
dhiiggiina ugu soo hurteen xoog iyo xoolo aad ugu soo bixiseen waxaan idin leeyahay laakiin waxaa la idiin soo diray telefoonka ugu dambeeyey waxaad joogtaan tallaabooyinka ugu dambeeyey ummadda soomaaliyeed dhibaatada uga baxleen u istaaga qarannimada soomaaliyeed garab istaaga guddoomiyihiinna wasalaamu calaykum waraxmatullahi